مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. سائقو تاكسيات يحاصرون سيارة نقل ذكي ويتسببون في فوضى مرورية بطنجة. قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. وفي التفاصيل يتجدد الجدل حول الصراع القائم بين مهنيي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكية بالمغرب بعد تداول مقطع مصور جديد من مدينة طنجة يظهر قيام مجموعة من سائقي التاكسي بمحاصرة سيارة تشتغل ضمن خدمات النقل عبر التطبيقات في مشهد انتهى بتحويل وجهة السيارة تحت ضغط السائقين. هذا الحادث أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن رفضهم لما وصفوه بفوضى القطاع، مطالبين السلطات بضرورة التصدي لهذه التصرفات الخارجة عن القانون، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من سلوكيات بعض سائقي الأجرة من قبيل رفض الزبائن أو فرض شروط مجحفة، ما يدفع عددا كبيرا من المواطنين إلى تفضيل خدمات التطبيقات الذكية. اشتدت حدة الخلافات في قطاع النقل بالمغرب بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي السيارات التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وأصبحت هذه الأزمة محور جدل واسع في الآونة الأخيرة، حيث تداخلت أسبابها وتعددت مبررات الطرفين وسط مطالب بتقنين القطاع وإنهاء الفوضى، وتحولت الطرقات إلى ساحة حرب يطارد فيها سائقو سيارات الأجرة ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تم تسجيل حوادث متكررة للاعتداء على أصحاب هذا النوع من النقل في استعمال فج لمنطق شرع اليد وفي خرق واضح وسافر للقوانين. وبالرغم من أن القطاع منظم بمدونة للسير تقيد خدمات سيارات الأجرة سواء من الحجم الكبير أو الصغير، إلا أن مجموعة من سلوكيات سائقي سيارات الأجرة بمختلف أنواعها صغيرة كبيرة تحتاج حسب عدد من المواطنين إلى التدخل العاجل من طرف السلطات المعنية للحد من هذه التلاعبات. وكانت عدد من طرقات وشوارع المملكة مسرحا لعدد من الوقائع، وضمنها حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي بالدار البيضاء خلال الشهر الماضي. وأمس الخميس انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة 3 سيارات أجرة صغيرة في العاصمة الرباط لإحدى السيارات التي يعمل سائقها عبر تطبيق ذكي، وأثار المقطع استنكارا واسعا بسبب خطورة المطاردة التي هددت سلامة مستعملي الطريق. ظاهرة تطويق السائقية التطبيقات الذكية وتهديدهم من طرف بعض مهنيي التاكسي تضع قطاع النقل في مواجهة مفتوحة، وتحول الطرقات إلى ساحات احتكاك تعطي صورة سلبية عن المغرب، خاصة في ظل طموحه لتنظيم تظاهرات دولية كبرى. ويرى مراقبون أن احترام القانون وتطبيق المساطر القانونية هو السبيل الأنجح لحل هذه الإشكالات، خاصة أن عددا من سائقي النقل عبر التطبيقات يمارسون نشاطهم في إطار قانوني بعد الحصول على صفة مقاول ذاتي وتسجيل نشاطهم تحت مسمى النقل الحضري. وكان وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت قد أكد في وقت سابق أن أي تدخل ضد سائقي التطبيقات غير قانونية، مشددا على أن الجهات الأمنية والقضائية هي الوحيدة المخولة بالتعامل مع أي تجاوزات، وأن السلطات تقوم بحملات مستمرة لضبط من يقدمون خدمات النقل دون التوفر على التراخيص القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين بما في ذلك حجز المركبات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.